يا صباح الخير عليكم، صباح الهنا، صباح كل حاجة جميلة كده في الدنيا عليكم ان شاء الله يا رب. تعالوا قبل ما نبدأ نصلي على النبي كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تعالوا نشوف الأكل الحلو بتاعنا ده النهاردة هنعمله ازاي. طبعا الطبق اللي قدامكم ده سلطة الكولسول، طبعا بناكلوها في المطاعم. وصينية المسقعة عملتها في الفرن، طالعة معانا بصوا ما شاء الله اللهم بارك. الطعم مختلف عن الحلة، يعني ده طعم وده طعم. والفلفل طبعا الحلو بتاعنا بالزيت والليمون، يعني اللي مجربوش فايته كتير. وطبق الخضار بتاعنا الحلو ده. تعالوا بقى نبدأ كده بسم الله ونشوف هنعمله ايه النهاردة. معلقة سمنة كده في الحلة او زيت زي ما انت عايزة مش مشكلة. وراس توم حلوة كده قطعتها برضو حلقات كده وهشوحها في الزيت. والبطاطس بتاعتنا اهو برضه عشان نحطها على صينية المسقعة اهو. اللهم بارك، لا حول ولا قوة الا بالله. وندي تقليبة كده للثوم عشان ما يتحرقش مننا. لو اتحرق منك بس تومية كده خلاص هتلاقي طعم الاكل كده مرة. لا خلي بالك كده، تقليبة حلوة كده عشان ايه تعبك ما يروحش كده على الفاضي. واقفة على رجلك كده طول النهار وتعملي الاكل وحاجة صغيرة كده تلاقي نفسك بوظتي الاكل. لا نخلي بالنا كده وان شاء الله يطلع حلو معانا. بس كده خلاص عطانا اللون الذهبي. انزل بقى ايه بعصير الطماطم بتاعنا. والبتنجان بتاعنا اهو مغسول حلو قوي. وهقطعه برضو حلقات مش رفيعة عشان ما تلاقوش اتحرق منك كده على النار ومش هيديكي نتيجة حلوة. في المعقول كده، ولا هو رفيع قوي ولا تخين قوي اهو. وحاولوا لما تقطعوا يبقى كله سوا واحد كده. وطبعا مقادير السلطه معانا هقولها لكم، بس ان ايه نخلصوا من البتنجان ده نقطعوه وبعد كده ايه واحده واحده هقول لكم المقادير بتاعه السلطه. السلطه دي يا جماعه بجد تحفه تحفه، يعني انا كنت باكلها في المطاعم الاول ومعرفش هما بيعملوها ازاي لحد ما عرفت بقى بقيت اعملها بصراحه في البيت. ممكن تعملوها جنب فراخ مشويه جنب بيتزا، يعني مش هتقول لا. هي كمان بتبقى مسكره شويه. بس كده خلاص قطعنا البتنجان بتاعنا كله اهو زي ما انتم شايفين اللهم بارك. تعالوا بقى معانا ايه كابوتشي اهو وجزر وشوية سكر وملح ومايونيز وخل، بس مش اكتر من كده. هنبشر الجزر الاول. انا قلت بصل عشان في ناس ساعات بتحط عليها بصلة، بس انا مش بحط بصل بصراحة. هي كده بتبقى خفيفة كده ولطيفة بتبقى احلى. حسب الكمية اللي انتوا عايزينها بقى. ممكن تعملوا نص كابوتشاية على 3 4 جزرات كده مش مشكلة، يعني عايزة تجربي في الاول في كمية قليلة ماشي، بس هي ان شاء الله يعني هتعجبك. اهو زي ما انتوا شايفين كده ايه قربنا نخلص. بس كده
همسح بس ايه الترابيزه كده اول باول، وننضفه كده ايه حوالينا، عشان ايه نفسك تكون مفتوحه وانت بتعملي الاكل كده. طبعا بصوا بقى، هنا جيت ابشر الكابوتشي، حسيت ان هي ايه، لا يعني البشر مش هيديني النتيجه اللي انا عايزاها، فبالسكينه كده وحلقات كده ايه رفيعه كده اهو، اهو بصوا رفيعه خالص، مش هتقطعي حتت لا. برضو مش هحط الكابوتشيه كلها. اهو اخد بس حته كمان كده واشوف. بس وهقلب بقى واشوفها، لو عايزه تاني هزود، عايزه جزر تاني هزود برضه. اهو بصوا ما شاء الله، يعني ايه عملت لنا كميه، اللهم بارك يعني. بس كده حلوة قوي، مش عايزه اي حاجه تاني. هنفضي بقى برطمان المايونيز. بصوا هنا ما حطيتوش كله برضو، ايه لو لقيته عايز تاني هحط البرطمان كله، وشويه السكر بتاعنا اهو، وشويه ملح صغيرين، يعني نص معلقه صغيره او معلقه بس كده، وشويه الخل بتوعنا، ومش اكتر من كده، ونص كوبايه ميه، وهنقلب حلو قوي كده. اهو طبعا هنا لقيتها لسه عايزه مايونيز تاني، فهحط بقى ايه البرطمان كله. ممكن كمان نص كوبايه الميه دي تحطها في البرطمان، ينزل كل اللي فيه ده، عشان ايه ما نبقاش رامينا حاجه يعني. اهو نقلب حلو قوي كده، وان شاء الله ايه تعجبكم. هجيب طبق بقى ونفضي السلطه الحلوه دي بتاعتنا. اهو ما شاء الله سهله وما اخدتش وقت خالص، واوفر من المطاعم طبعا. بس كده هدي بقى تقليبه البطاطس، وخلاص كده الاكله بتاعتنا خلاص خلصت اهي. طبق السلطه الحلو بتاعنا، والفلفل اللي بالليمون، والمسقعه بتاعتنا. بعد ما خلصت الصلصه في الحله خالص، رصيت البتنجان والبطاطس في الصينيه، ودخلتها الفرن شويه عشان ايه تنشف معانا كده. دي طعم ودي طعم تاني خالص، يعني المسقعه اللي في الحله طعم، واللي في الصينيه في الفرن طعم تاني. جربوها بالطريقه دي وان شاء الله تعجبكم. وقطعت لهم برضو ايه يعني شويه دلع بقى كده، خيار وطماطم وبروكلي. البروكلي طعمه حلو قوي يا جماعه وفوائده كتير. فيا رب يكون الفيديو بتاع النهارده كده خفيف، عجبكم ان شاء الله. ما تنسوناش بقى في اللايك الحلو، عشان يوصل للناس كلها. يعني هو اللايك مش بفلوس لا، بس عشان يوصل لغيرك.